حياكم الله جميعا. الله يبقيك. كلمة حق تنقال لأبو تركي. أبو تركي من الناس اللي دايم يسبب مشاكل بيني وبين أخواني. أنا قلت بتمدح. لا لا أبدا. الله يهديك. هذا الصحيح. أمس بالبلوت لعبنا ورقة يسبب بين مشاكل، ويقول سيف لاعب زي كذا وسيف سيبو زي كذا. فمشعل تعليقك بالموضوع هذا ولا الموضوع ذا؟ أنا أتوقع إني بختصر لك الموضوع. احنا نسميه بالاستراحة الموساد، مثل الموساد الإسرائيلي. خلاص يعني، واللي يعرف الموساد يعرف التفاصيل كلها. الموساد هذه وش هي الموساد؟ الموساد الاستخبارات الإسرائيلية. أخو من طاع الله. اي نعم، يصلون العرب على العرب وتولع بينهم، ثم قالوا والله احنا نسجب ونستنكر اللي صار بين الدولة الفلانية والدولة الفلانية. شوف خليه يقول على كيفه هو، لكن هي مقيولة، ما هي تو، هي مقيولة، هي ويا الخال من ربح البناخي. نعم من ربح البناخي. نعم هذا اللي حصلناه من بالسيف وبالبناخي بشيء. أما أنا عذرنك ما كذبت. يا مرحبا يا ابو شنب. العلوم زينه. عينت هلا ابقى على الظهر همدك بالصواريخ. ليه ما هي بصواريخ ذي يا ابو شنب؟ لا يحبك ويغليك والله اكبر. وطالع انه يقول من الثانوي من الابتدائي، يحسسني ابتدائي قبل 30 سنه. كلهم ما انقطعت الفسحه عنكم ولا تو. والصداقه ولا بس صلوا يا ابو شنب انت خليه يوتر يتصدق عن ذنبه. يا ابو شنب قل لا اله الا الله. الرجال مدحني وسمع كلامك وحتى رد على كلامك اصلا. قال لك كلام ما ينقال، ما بغيت انزله اصلا. لا بدي ينقال، كل كلام الرجال ينقال مره. يومك تكذب الرجال ليش؟ وعلمه قلت ترى سعود مثل الصدى، انت هرجي ويهري. زل انك ما كذبت كذبت. انسانه ما قنع من رسالته لك، عطى رقم جوالي ويكلمني، انا رجال فاضي. اعذرنك فاضي، اعذرنك فاضي متى ما يبي ويستغفر عن ذنبه. انت متى هجومي يا ابو شنب؟ والله انا ماني هجومي، والله انك هجومي، والله اني قايم من النوم واني يوم فتحت السناب قلت هذا ابقى ما قايم من النوم وسمعت رسالته. سمعت رسالته هذه خليفه مسيلمه في الجزيره العربيه. لا تنزلها